اتفرجت على ايه في افلام العيد؟ طبعا عشان بننزل السينمات وبندفع ثمن التذاكر، فكان لازم الواحد يختار يعني الفيلم اللي هينبسط منه على طول. اختيار الفيلم ما خدش وقت طويل، خصوصا ان فيلم شقه اساسا تقريبا نسخه مصغره من اولاد رزق، فانا هستنى اولاد رزق 3. وبالنسبه للفيلم على الماشي بطوله علي ربيع، فعامه افلام علي ربيع دي انا ممكن اشغلها على التلفزيون وانا باكل، فيعني مش قضيه. فعلشان كده ما فكرتش كتير واتفرجت على فاصل من اللحظات اللذيذه. الفيلم بسيط جدا، بيتكلم عن راجل ومراته وابنه عملتهم سيئه مع بعض وحالتهم سيئه وبيتهم اسوأ من السوء. خير اللهم اجعله خير يتفتح عند البطل بوابه لعالم موازي، فيخش العالم الموازي ده ويلاقي نفسه ومراته وابنه في بيت جميل، وهو رجل ناجح ومراته ست ناجحه وجميله وهاديه، فما يفكرش كتير، ياخد الشخصيه اللي في العالم الموازي ويتبدل معاها، ويقيس على كده بقى المفارقات الكوميديه اللي هتقابلها. الفيلم دخل في فكره الاكوان الموازي من غير حتى اي تفسير، هو خلاص هياك ان في عالم موازي في اوضه الفيران عنده، وعاش على